أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة النيل الرياضة وبرنامج أبطال التحدي. النهاردة أعزائي المشاهدين هنكون معانا حلقة خاصة عن رياضة من الرياضات الصعبة وهي رياضات البوتشا. هيكون معانا أعزائي المشاهدين في الجزء الثاني عضو اللجنة العلمية للبوتشا وطبيب ومسؤول عن نقول رياضة البوتشا في الاتحاد، وهو الدكتور خالد أبو زيد. الجزء الأولاني يكون معنا الصديق المحترم اللي دايما بيخدم ذوي الإعاقة، وخاصة هذه الفئة، فئة رياضات البوتشا دي. اللعبة دي من أصعب الألعاب، وبتبقى فيها الإصابات من أصعب الإصابات كمان يعني. فلازم يبقى فيها عادة بيبقى فيها مرافق، ويعني اللي بيشتغل مع الأبطال بتوع البوتشا دول ده ربنا يكون في عونه ويديله الصحة، لأنه ده بيعمل خير، وربنا يجعل كل خطوة في ميزان حسناته. لأن عادة بيبقى الأربع أطراف ما بيشتغلوش أو ثلاثة منهم، فبتبقى صعبة جدا، ومحتاجين يعني خصوصية، ومحتاجين مرافق ملازم ليهم حتى في أثناء اللعب. وعلى العموم النهاردة احنا في رمضان، ومعانا يعني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للبوتشا والقدرة الرياضية أو القدرة الرياضية والبوتشا، الكابتن حسام مبارك. أهلا يا كابتن. اهلا وسهلا بحضرتك يا ابي، كل عام وانت بخير يا باشا. يعني أولا بنشكرك، جاي حضرتك من مدينة سوهاج مخصوص عشان تيجي في برنامج أبطال تحت التحدي امرك طبعا، فيعني تحت ده امرك. على راسنا يعني. تحت امرك طبعا، انت اخ عزيز طبعا واخ فاضل طبعا، ما اقدرش اقول لك لا على اي حاجه. على العموم عايزين نتكلم عن رياضة البوتشا الأول، وبعدين النشاط، وإيه الفترة اللي جاية، وإيه تشكيل اللجان اللي في الاتحاد. والاتحاد يعني ما شاء الله عاملين شغل كبير، وطبعا بقيادة الدكتور أحمد آدم. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا الحمد لله رب العالمين. الاول غايه البوتشا ديت، دي رياضه معموله لشديد الاعاقه. تمام، معموله لشديد الاعاقه. دي معموله للاولاد اللي عندهم شلل دماغي، اللي عندهم شلل دماغي. وطبعا شلل الدماغ زي ما احنا عارفين دي من اصعب الاعاقات. تمام. فالحمد لله ان في لعبه ان بيلعبوها. فالبوتشا دي لعبه جميله، لعبه كلها ذكاء، لعبه كلها مهاره، لعبه جميله جدا هي جدا. أهم حاجة الذكاء، لأن اه. أصلا العضلات أو الأطراف مش شغالة، فربنا بيعوض اه. حاجة مش شغالة، فأكيد بيعوضها بالظبط. على الذكاء يعني. لا، هي لعبة كلها ذكاء، كلها ذكاء. تمام. وبعد كده النهارده ممكن تلعب، يعني هي بالكور، هي ميكس بين البلياردو وبين البولينج كده في الارض. ممكن تلعب بالكور بايدك، وممكن ده في تصنيف طبعا البيس 1 و 2. ممكن تلعب بدماغك في البيس 3. عشان ممكن تلعب بايدك. الرمب عن طريق اه، الرمب. بالظبط طبعا عن طريق الرمل. تمام. فاللعبه ان جايبه جميع الكلاسات اللي في الشلل الدماغي. تمام. لكن هي لعبه ممتعه جدا، لعبه كلها ذكاء. الملعب بتاعها 6 في 12، 6 عرض في 12. دي مكونه من 6 كور احمر و6 ازرق وجاك ابيض. بنلعب بنشوف مين اللي يعني بيقرب ناحيه الجاك، ناحيه الكره البيضاء. تمام. اللعبه كلها ذكاء، ازاي اطلعك بعيد وادخل انا، يعني لعبه يعني جميله جميله جميله. لا، وبعدين كمان لعبة إنسانية. اه طبعا. يعني طبعا. الواحد طبعا. يعني لو الواحد متخيل كده ان هو لو ما بيلعبش البوتشا هتلاقيه قاعد على السرير ونايم، لا بيتحرك شمال ولا بيتحرك يمين. اه، في حالات في فعلا. ناس قاعده ما بتتحركش. يعني فعلا. مره كان دي يعني حاجه كده حصلت من حوالي 6 اشهر او 7 اشهر. لقيت واحد معاه ابنه طالع من الجامع، فمعاه ابنه عنده شلل رباعي وقاعد. فبقول له ابنك بيلعب رياضه؟ فبص لي كده باستغراب، يعني عايز يقول هو انت مش واخد شايف؟ فقال لي ايه، انت مش شايف حالته؟ قلت له ما انا عشان كده انا بسالك، انا شايف حالته وعارف
ان دي ممكن يبقى ليه لعبه. يعني في لعبه وهو كده، قلت له قلت له في البوتش، يعني سبحان الله، يعني غيرت له حياته. هي بصراحة لعبة جميلة. انت النهاردة طبيعي لما بتطلع لاعب من البيت عبء على اهله، يعني بتطلعه ان هي يلعب رياضة، انت كده دمجته في المجتمع، خليته ان هو اندمج، خليته ان هو حس بقيمة نفسه، خليته ان هو ينافس. النهارده احنا عندنا منتخب، على فكرة بالمناسبة، عندنا منتخب جميل جدا. عندنا في الموسم احنا عندنا خمس يعني في الاتحاد في 5 العاب. 5 ألعاب. لكن عندنا بالنسبة للبوتشا 5 تصنيفات. أربع، يعني عندنا، لا في الكلاسات اه. الدولي 4، في المحلي 5، 1 و 2 و 3 و 4 وفايت. تمام. لكن النهارده المسابقات احنا عندنا 5 مسابقات. يعني النهارده عندنا 5 مسابقات. هم كانوا 4 ودخلت عليهم مسابقة جديدة. تمام. اه. يعني احنا النهارده عندنا ايه؟ عندنا لو بصيت، عندنا كاس مصر، عندنا الدوري، عندنا النخبة، عندنا السوبر، وعاملين حاجة جديدة مع إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، من المدارس. المدارس بقى. ما شاء دي الله. الجديدة، إن اه. شاء الله إن شاء الله في 25 دي بنطبقها إن شاء لا، الله. انا كنت في حديث من كام يوم مع دكتور احمد، يقول لي اه لا ده انا حاطط برنامج اه لغايه 28. بصراحة حاطط برنامج، بصراحة مجلس الإدارة عامل معاه برنامج لحد 28، وبرنامج جميل جدا. إن احنا طبعا حاطين الخطة بتاعتنا في الدولي. احنا السنة دي عندنا 5 بطولات دولي. ان شاء الله. احنا عندنا المنتخب حاليا معسكر في المركز الأولمبي في المعادي. عندنا بطولة التحدي، ودي أول نقطة مشوارنا بالنسبة لنا بنحتسبها. دي الانطلاقة لوس أنجلوس هتبقى فين؟ دي معمولة في البحرين من 17 ل 24 أبريل إن شاء الله. تمام. عندنا بعد كده في شهر 6 بولندا. الحمد لله ربنا كرمنا من حوالي أسبوعين 3 جت لنا دعوة كأس العالم. جاية دعوة اسمية، اللاعب محمود لبوي واللاعبة هناء اه. علام واللاعبة تسنيم رايحين كأس العالم برضه في الصين في 9. عندنا إيطاليا. تمام. عندنا 5 بطولات السنة دي دولي. ان شاء الله. تمام. والحمد لله احنا طب مركزين. طمني، البطولات، بالمناسبة الموارد. اتفضل. بالمناسبة احنا عندنا بطولة أفريقيا في مصر. كمان امتى؟ في 1/8. طيب. مستضيفينها في مصر. الدعم بقى اخباره ايه؟ الوزاره بتقف معاك والدنيا اخبارها ايه؟ والله الوزارة الحمد لله رب العالمين، احنا بنشكر السيد الوزير أشرف صبحي. بصراحة بأمانة الوزارة مش مقصرة معانا حاليا، ماشية معانا كويس جدا، بتدعمنا الحمد لله رب العالمين. مش بتأثر دلوقتي، مش بتأثر معانا في حاجة بصراحة. بتبعت لنا الدعم. بنبعت الميزانية بتاعت البطولات اللي عندنا خارج مصر، وبصراحة مش بيأثروا معانا، وبنشارك في البطولات الدولية وبندعم الوزارة الحمد لله رب العالمين. طيب، اشهر اللاعبين بقى غير محمود وهناء كانت لا احنا موجودة؟ عندنا دول هم دول اللي سافروا، دول اللي خدوا دول تأهلوا. اول لعيبه او لاعبين راحوا دول الاولمبياد. تأهلوا باريس. بس عشان تبقى عارف برضه عاوز اقول لك على حاجة. ما احنا عندنا عندنا الفرق، احنا عندنا مهند، عندنا اسلام، وعندنا تسنيم. اصلا احنا كانت على اخر حاجة في كانت ممكن النهائي. يتاهلوا. ايوه كان عندنا التأهيل، احنا كان ممكن نتأهل بالعلامة الكاملة. امم. تمام. ليه؟ ان احنا خرجنا من الادوار النهائية. مظبوط. تمام. كان ممكن ينتهي، فالحمد لله رب العالمين. على فكرة المنتخب كله بغض النظر عن لعيبة هناء علام او محمود نبوي، لا هم الولاد كلهم ما شاء الله عليهم لعيبة جامدين ولعيبة حلوين. وعلى فكرة وهم ابطال افريقيا. عندكم كم فريق او كم نادي في سوهاج؟ انت ما دام انت بقى في احنا سوهاج لسه والدكتور احمد بقى من سوهاج. احنا لسه احنا لعبنا بطولة السوبر كانت في سوهاج من حوالي الشهر الماضي كانت في سوهاج. تمام. احنا لسه حضرها المحافظ. حضرها السيد الوزير محافظ مظبوط. احنا لسه يا دوبك اللي يعني شكلنا مجلس إدارة المنطقة.
الشهر اللي فات. لسه الورق بيخلص بالوزاره في الاداء الرياضي بيتبعت عشان نبدا نشتغل في سوهاج. فلسه ما اشتغلناش في سوهاج لسه، يعني احنا عملنا منطقه وعملنا كل حاجه، مستنيين بس الورق هيطلع من الوزاره لمديريه التربيه الرياضيه في وزاره مديريه التربيه والشباب والرياضه في سوهاج، وبعد كده تشتغل المنطقه. تمام. بس لكن لسه، لكن الانديه لا، الانديه جاهزه، الناس تشتغل. عندكم في سوهاج وعندكم لان احنا عملنا دوره تدريب على فكره في سوهاج، والمدربين جاهزين. تمام. والدكتور احمد ادم تفضل مشكورا اهدى السيد الوزير في سوهاج طقم كور. فاحنا هندعم المنطقه بالادوات، وعندنا الكوادر اللي خدت دورات تدريبيه ان احنا نقدر نشتغل ونقدم حاجه كويسه. تمام. طب كويس ان اهم حاجه الكور. الكور موجوده، وبالفعل هي على غاليه يعني مش رخيصه. لا مش رخيصه الكور. الكور غاليه، وبالفعل في طقم في سوهاج على كده، وحاليا مستنين. بس عندكم سوهاج وعندكم اعتقد المنوفيه فيها اكبر عدد من اللاعبين والانديه. لا، المنوفيه طبعا فيها عدد لاعبين وانديه، دي حاجه. لكن احنا كاتحاد النهارده هنعمل ان شاء الله 4 مراكز تدريب في مناطق بقى مختلفه. احنا هنعمل مركز تدريب في سوهاج، هنعمل في القاهره، هنعمل في بورسعيد، هنعمل في المنوفيه. 4 مراكز تدريب على اساس هنوسع الانتشار بتاعنا، وبعد كده نبدا في الانتشار. على فكره منطقه سوهاج هي دي مركزيه للصعيد. تمام. منطقه سوهاج على فكره هي اللي هتشتغل على الصعيد، وبعد كده بنبدا نتوسع. مظبوط. لا هو على فكره هي عشان سوهاج ومنطقتها ومكانها متوسط ويعني طبعا في السنتر وهي وجنبيها اسيوط وجنبيها، يعني هتلاقي، وبعدين هتلاقي اللعيبه في معظم الالعاب مش في البوتش بس على فكره. بالنسبه لسوهاج مظبوط. لا هتلاقي فيها لعيبه في جميع الالعاب كلها، بغض النظر عن البرلمبي. لا سوهاج فيها لعيبه كتير في جميع الالعاب. حضرتك كنت بتقول لي انتوا عاملين دورات تدريب. بقى في تصنيف في تحكيم. عندنا باذن الله تعالى في ابريل ان شاء الله عاملين دوره تحكيم. عندنا باذن الله تعالى عاملين دوره لمساعد لاعب، عاملينها لاولياء الامور. اولياء الامور اللعيبه تعالوا خدوا دوره مساعد اللاعب. تمام. هنعمل دورة تحكيم، هنشتغل على دورة تدريب، هنعمل كل الدورات على اساس نأهل وبنوسع. احنا في دلوقتي بننتشر بنتوسع. فلازم عشان نتوسع يكون احنا جاهزين بالدورات وعندنا كوادر. تمام. لكن احنا الحمد لله رب العالمين من ناحية المنتخب بتاعنا، لا احنا الحمد لله رب العالمين ما عندنا الولاد جاهزين. ربنا انعم علينا بيهم، بينتظموا في التدريب. انا كنت عندهم امبارح في المعسكر في المعادي. بدأت في المركز الاولمبي خلاص. في المركز الاولمبي كنت عندهم امبارح، قضيت معاهم اليوم، حضرت معاهم التمرين الصباحي وحضرت معاهم التمرين المسائي، وقعدت معاهم واتكلمت معاهم على اساس تشوفوا في مشاكل معاهم في حاجه. لقيت معنوياتهم عاليه جدا جدا جدا. وبالمناسبة هم أصلا يعني الحمد لله رب العالمين يعني على المستوى المحلي جمال جدا، على المستوى الدولي لا مستواهم كويس جدا جدا جدا. إن فيهم برضه فيهم أبطال أفريقيا، وفيهم الحمد لله رب العالمين اللي تأهلوا لباريس، وفيهم اللي عندي دعوة جاله اسمية هيلعب في بطولة كأس العالم. فالحمد لله رب العالمين احنا في زمن صغير يعني عايز أقول لك عملنا طفرة. احنا سبقنا ناس بتشتغل قبلنا بحوالي 15 سنة في الدول التانية. فالحمد لله رب العالمين احنا بيقولوا كده بالبلد الاتحاد اتولد كبير ما شاء الله. والله الاتحاد فعلا اتولد كبير. لا انا عرفت ان كانت اول بطولة ليكم من حوالي 4 سنوات في تونس، وجبتوا اول ميدالية او ميداليتين. ده كنت في تونس انا معاهم. كنت فعلا رئيس بعثة تونس. خدنا 3 ميداليات. خدنا ذهب وفضة وبرونز. ودي كانت أول مرة في التاريخ. ودي كانت أول بطولة مش معانا أدوات. ما كانش معانا كمان أدوات. يعني دي كانت يعني بتلعبوا بكور مش كور. ما كانش معانا كمان أدوات. عليها. والله ما كان معانا أدوات، وكانت دي أول بطولة لينا. والحمد لله ربنا كرمنا خدنا فيها ذهب وفضة وبرونز. حاليا الحمد لله بنبدأ ننتشر دلوقتي، بنتوسع في المناطق، شكلنا مناطق الحمد لله بنبدأ نشكل فيها.
وعملنا لجنه علميه الحمد لله برضه. على المستوى الجانب الثاني بنشتغل برضه، الدكتور احمد بيشتغل في برضه في الجانب العلمي، يعني في اللجنه العلميه بنعمل مؤتمرات علميه على اساس نشتغل رياضه ونشتغل علمي. تمام. والحمد لله رب العالمين. حتى انا في سوهاج جبت الدكتور خالد ابو زيد، ده دكتوراه في شلل دماغ الاطفال. عظام شلل دماغ، عظام شلل وان شاء الله الدماغ. احنا هنستقبله في الجزء الثاني من الحلقه، يعني نعرف منه بقى كل التفاصيل. جبته، هو عضو مجلس اداره في سوهاج وفي اللجنه العلميه معانا في الاتحاد. والحمد لله حتى المنطقه ناس افاضل، الناس اللي فيها ناس كويسه جدا، ناس عايزه تشتغل، ناس قامات محترمه جدا جدا. وكل ده بدعم بصراحه زمايلي السيد اعضاء مجلس اداره والدكتور احمد ادم رئيس الاتحاد بصراحه. فالاتحاد كله احنا يعني الاتحاد يتكون من مين نستعرض بقى كده اسماء الاتحاد. الدكتور احمد ادم رئيس الاتحاد، الاستاذ محمد دسوقي نائب رئيس الاتحاد، الاستاذ ابراهيم امين الصندوق، الدكتور دسوقي حامد عضو مجلس اداره. ده بورسعيد كلها، بورسعيد مظبوطه. وطبعا كلهم كان ابراهيم امين طبعا حبيبي واستاذ هم من الناس المحترمه. الله يخليك. ومين بعد كده حضرتك؟ الدكتور اشرف صفوت، والكابتن ناصر طبعا، نادي الايمان. نادي الايمان مظبوط. حضرتك مش لا مظبوط. يعني هي ميزه ان يعني لما الاتحادات بدات تشهر بدأ كل واحد بقى يطلع الكوادر اللي عنده ويشتغل. بالظبط. وكل بقى التنافس رياضي جميل. فلا هو تنافس رياضي جميل، تنافس شريف. كل الاتحادات البرلمبيه بتشتغل، كل عنده شغل بيطلعه. لكن احنا الحمد لله مش بنبص على اي حد خالص، احنا ماشيين على خريطة طريق ثابته. احنا عاملين خطه لحد 28 لحد لوس انجلوس. احنا حاطين خطه ماشيين عليها. احنا بنشارك في محلي، بنعمل محلي 5 بطولات في السنه محلي. احنا هنشتغل دولي، بنحط من 4 بطولات ل5 بطولات في السنه دولي. تمام. عشان خاطر الرانك الدولي بتاع الاولاد احنا عاملين خطه ثابته ان احنا باذن الله تعالى عايزين نتاهل باريس بالعلامه الكامله بجميع الكلاسات. بدل ما هم 2 كانوا في باريس، لا احنا باذن الله احنا عايزين نطلع، عايزين نتاهل لوس انجلوس بالعلامه الكامله. بكل التصنيفات 1 و 2 و 3 و 4 بالعلامه الكامله ان شاء الله. ان شاء الله. لا وانتوا تدوا وبعدين. بس الميزه ان الادوات، ما دام الادوات موجوده وعندكم عناصر وانتوا بتجددوا، يعني ايه على فكره احنا لسه داخلين دماء جديده. احنا حاليا اشتغلنا على حاجه معينه جديده. احنا حاليا المنتخب دخلته عناصر جديده. احنا بنعمل صف اول وصف ثاني للمنتخب، لدرجه ان المدير الفني يختار مين في المنتخب. احنا دلوقتي عملنا صف اول وصف ثاني. احنا المره دي لسه مدخلين لعيبه من بورسعيد، لعيبه من البحيره جديده، لسه مدخلين ناس جديده في المنتخب دخل ناس. وبالمناسبه والجهاز الفني ده برضه الدكتور محمد بيومي ضخ دماء جديده في الجهاز الفني برضه. كان مستضيفينه من فتره استاذ دكتور محمد بيومي، وكان ضخ دماء جديده. ضخ برضه دماء جديده. فدلوقتي النهارده انت لما تيجي تختار لعيبه، لا تختار مين في المنتخب. ودي الخريطه اللي احنا ماشيين عليها بصراحه. ده كان التحدي الاول، لان اللعبه كانت جديده وكان في اولمبياد باريس ومحتاج ناس وكده، فانت كان العدد قليل. احنا الحمد لله دلوقتي احنا كنا في مرحله الحمد لله رب العالمين كان عدد اللعيبه قليل خالص، واحنا كنا لسه بادئين، يعني لسه من 5 6 سنين لسه بادئين على قدنا. وكانت في دول كتير قبلينا ب 15 و 20 سنه. لا احنا الحمد لله رحنا في حته تانية. لا ما هو عارف اقول لك ليه؟ اول حاجه مجلس اداره متعاون جدا وشاطر وكويس جدا جدا وشاطر. ده رقم 1. احنا بنعمل ايه؟ احنا مجلس اداره، مدربين واجهزه فنيه، لاعبين، اولياء امور، موظفين اتحاد. ال5 حاجات دول كلهم اسره واحده. مجلس اداره،
مدربين واجهزه فنيه، لعيبه، باولاء امور، بموظفين الاتحاد، الخمسه دول اسره واحده مهمتهم النجاح. بس مهمتهم النجاح. دي سفينه بيقودها الدكتور احمد ادم، عامل لنا خطه لحد 28. احنا مهمتنا مع بعض كلنا ان احنا ازاي ننجح. اللي عندي مشكله اصلا احنا خطنا مفتوح بين ولي الامر ومجلس الاداره. اللاعب لو عايز اي حاجه من عضو مجلس الاداره يتكلم لازم يبقى معاه. في العلاقه، لان لا اصلا احنا اللعبه دي لعبه انسانيه. بص احنا بنحبهم، احنا بنحب هم الولاد. يتحبوا بصراحه احنا بنحب الولاد بصراحه. طيبين. واحنا خط مفتوح بيننا وبين الولاد واولياء الامور. مفيش حاجز بيننا، مفيش ستاره بيننا. ده الصح. لا احنا معاهم على طول على التليفون، معاهم في مقابلات، معاهم على طول، مفيش اي مشكله. ليه؟ لان احنا هدفنا واحد في الاخر. احنا هدفنا واحد، احنا عايزين ننجح. لا ده هدفنا. قول لي بقى، انت دخلت الوسط الرياضي ازاي؟ اه الوسط الرياضي في الاتحاد قصدك؟ عموما بقى، وعموما وبعدين تخش على الرياضه، على الاتحاد. انا عارف انت ليك علاقات وعائليا كمان. إيه والله انا في البدايه كنت عضو مجلس اداره في نادي سوهاج. في نادي سوهاج. في نادي سوهاج بصراحه. سنه كام بقى الكام؟ 2017. كنت عضو مجلس اداره في نادي سوهاج رياضي. ونادي سوهاج دوت من اعرق انديه الصعيد بالمناسبه. تمام. وطبعا مخرج طبعا اللاعبين على اعلى مستوى على فكره. فاهمني. بعد كده انا لما جيت اسس الاتحاد. قعدت قد ايه في الاتحاد في نادي سوهاج؟ ما كملتش 6 شهور. ياه. واستقلت ورحت. على فكره كانت بالنسبه لهم يعني ان مجازفه ان انا اسيب نادي سوهاج اسم كبير في اتحاد لسه بيتاسس اروحه عشان تخش اتحاد ذوي الاعاقه. لكن انا لاني انا مريت بفتره تعب كبيره خالص. كنت يعني في حادثه في ظهري مريت بيها. عملت عمليه في فتره من الفترات، نمت فتره كبيره. حسيت بالتعب دوت. حسيت بألم من البعاق. فده اللي خلاني ان انا ما ترددش بصراحه ان انا اروح اتحاد واجازف، ان انا اسيب نادي واروح اتحاد لسه بيتاسس. لما حسيت بالالم بقى وحسيت بشعورهم. طبعا. فقلت عايز تخدم الفئه دي. فقلت لا انا كده لا مش محتاجه مجازفه. كانت الحادثه كانت قويه وقعدت فتره سنين. قعدت فتره كبيره قعدت فتره كبيره في نايم في البيت. نمت فتره كبيره. 3 سنين اعتقد. 3 سنين. لا يعني اقل شويه، اقل من كده، اقل يعني يعني اقل من كده. قعدت فتره كبيره خالص. كنت بعاني جامد اصلا، جامد جدا. حادثه عربيه مش كده؟ تمام. لا هي شويه يعني في ظروف معينه حصلت معايا كده في الظهر. فاهمني. عملت توسيع لمجرى الحبل الشوكي. عملت تثبيت للفقرات وكده. تمام. فالفترة دي بعد كده ده اللي خلاني ان انا يعني لما استقلت من نادي سوهاج كانت يعني زمايلي وكانت في ناس معايا بتتكلم معايا بتقول لي هتروح اتحاد لسه هيتأسس، هتروح. وكان اسم سوهاج، نادي سوهاج كان كبير خالص، اسم كبير. فده اللي خلاني ان انا ما اتراجعش وخدت القرار. وسبحان الله يعني عسى ان تكرهوا شيئا خيرا لكم، لكن بالعكس ده انا رحت مكان الحمد لله ما شاء الله عليه. ثواب. والله بص اقول لك حاجه. انت بتشتغل مع ناس انت بتحبها حاليا. تمام. بتحبها جدا. ناس نظيفه، ناس متعاونه، ناس عايزه تنجح، ناس افاضل، مش مستنين حاجه من الاتحاد. ما حدش مستني منهم جنيه على فكره في مجلس الاداره ولا بياخد جنيه. الناس بتدفع من جيوبها. فلما اتعرفت بالمجموعه وقعدت معاهم، لا ناس راقيين، ناس محترمه، افاضل بصراحه، شخصيات مرموقه. تمام. النهارده مجلس اداره ولعيبه واولياء امور وموظفين الاتحاد، لا هم كلهم اسره واحده، اسره الشلل الدماغي. كلهم اسره واحده. تمام. ومن هنا خلي بالك هو ده يخلق النجاح. لان خلي بالك لو لاعب زعلان بيكلم عضو مجلس اداره وبيكلم المدرب بتاعه، ولي امر بتاعه بيتصل، واحنا الدنيا خطوطنا مفتوحه واحنا فاتحين ايدينا معاهم.
تمام. يعني حضرتك مثال لان الواحد ممكن يغير اتجاهه لما بيمر ب- بوعكة كانت صحية، وغير كده كمان ان الاختيار طول ما هو نيتك خير فربنا يوديك في مكان احسن. طبعا طبعا على فكرة، اه طبعا. والله بص اقول لحضرتك حاجة يا حبي، يعني انت النهارده بص، طالما النية من جوه سليمة، ربنا عمره ما بيجيب حاجة وحشة، ربنا دايما جايب لك الخير على فكرة. على العموم دي اخر كلمة قلتها في البرنامج، وفعلا احنا في رمضان ودي تعتبر ربنا ما رسالة. بيجيبش غير الخير فعلا. يعني احنا سعداء بيك يا دكتور حسام مبارك، عضو مجلس اتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشا، شرفتنا حبيبي يا حبي. وهنخش بقى نستقبل طبعا الدكتور الدكتور خالد خالد ابو ابو زيد زيد، دلوقتي، وهنتكلم برضو عن البوتشا وجزء علمي بقى. سعيد بحضرتك وسعيد بالسادة المشاهدين، والف شكر لحضرتك، ووقت سعيد اللي قضيته معاك. كل شاكر سنة وحضرتك افضلك طيب. حبيبي، ربنا فاصل يخليك. أعزائي المشاهدين ونستقبل الدكتور خالد أبو زيد طبعا عضو اللجنة العلمية، وطبعا عضو مجلس إدارة منطقة سوهاج، وطبعا طبيب في تخصص الشلل الدماغي. فاصل.